السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة. يا رب دايما كده نكون عند حسن ظن حضراتكم وقد الثقة اللي انتوا بتدوها لنا. بحب افكر حضراتكم ان احنا بنستنى منكم الدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. وكمان بنوه على حضراتكم ان احنا بنستنى منكم في تعليقاتكم الجميله تكتبوا لنا طبعا ارائكم اللي بتسعد قلوبنا في الاكلات اللي احنا بنعملها، وكمان تقترحوا علينا اسامي وصفات جديده نقدر نطبقها سوا مع بعض بطريقه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع باذن الله. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض كيكايه حلوه قوي وسهله جدا جديده، وهنعمل لها كمان صوص حلو قوي. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف المقادير بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. الكيكه بتاعتنا النهارده هي كيكه برتقان، بس مش هنحط فيها برتقان، وهنقول ازاي. معايا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم ذره من الملح، ومعايا كيس كيك شيف، ومعايا ظرفين من الفانيليا. لو فانيليا سايله هنحط معلقه كبيره من الفانيليا السايله، ومعايا كوبايه سكر، 3 بيضات، ومعايا كوبايه من السمن على الزيت، ومعايا كوبايه من اللبن، عليهم كوبايه من الزبادي. ولو في لبن رايب مفيش مشكله، هيدينا برده طعم حلو جدا، واللبن الرايب بيبقى بيدي طعم حلو قوي للكيكه. فلو في لبن رايب مشوا بيه، مفيش هنحط زبادي على لبن. ومعايا هنا اهوت معلقتين كبار من اللي هو البودره بتاعت عصير التلج بالبرتقال، هو ده اللي هيدينا اللون الحلو، وكمان هيدينا طعم البرتقال كمان. الصوص بتاعنا بقى او الكراميل اللي احنا هنعمله هو يبقى كراميل بالبرتقال. المقادير بتاعته: معايا كوبايه من السكر، ومعايا معلقه صغيره من السمنه، عليها معلقه من الزيت، ومعايا هنا هو نص كوبايه من اللبن، عليها نص كوبايه من الزبادي، ومعايا معلقتين صغيرين من بودره عصير التلج، ومعايا معلقه كبيره من النشا. وهقول لحضراتكم المقادير دي تاني واحنا بنعمل الكراميل بتاعنا. هجيب هنا بقى عندي في الخلاط، هنزل باللبن على الزبادي. قلنا كوبايه من اللبن عليها كوبايه من الزبادي، ولو في لبن رايب هنحط كوبايتين من اللبن الرايب. تمام كده. وهنزل بعد كده بكوبايه من السمنه على الزيت. واحنا قلنا قبل كده ان احنا في الكيكات ما بحبش احط لا سمنه بس ولا زيت بس، بحب احط ميكس من الاثنين بيديني طعم احلى. وبعد كده هنزل بكوبايه من السكر، والسكر هنا على حسب الرغبه، اللي عايز يخليها مسكره او محليه اكتر يزود السكر عن كده. وهنزل باخر حاجه بالثلاث بيضات، وبعد كده هنزل بظرفين الفانيليا. وقلنا لو ما فيش فانيليا كده هو في سايله هنحط معلقتين كبار من الفانيليا السايله. وهنزل كمان معاهم بالمعلقتين الكبار من بودره التلج البرتقال. وهفصل مع حضراتكم، هضرب الكلام ده كله في الخلاط وهنرجع بعد كده نطبق الوصفه بتاعتنا. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه بعد ما خلصنا ضرب الخليط بتاعنا في الخلاط. هجيب عندي بوله هنزل فيها ب3 كوبايات من الدقيق، وقلنا عليهم ذره صغيره من الملح. وبعد كده هنزل عليهم بكيس الكيك شيف او البيكنج باودر، بس انا بحب دايما الكيك شيف لانه بيخلي لي الكيكه طريه شويه من جوه. بالنسبه يا جماعه لذره الملح، في ناس بتحط ذره الملح دي ربع معلقه ملح، احنا بنحط ذره صغيره جدا، حاجه كده لا تذكر، عشان الدقيق من الحاجات اللي بتلقط جدا من الملح او السكر، فاحنا ناخد بالنا من حاجه زي كده. هنزل بقى عندي بالخليط بتاعي تدريجي واحده واحده. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ اللي مدي اللون كده اهوت اللي هو البودر بتاع عصير التلج. ممكن نعملها بالمانجا، لو في ناس بتحب طعم المانجا نعملها، لو في ناس بتحب طعم الاناناس نعملها، فاللي يريح حضراتكم او الطعم اللي انتوا تحبوه اعملوه. احنا ممكن كنا نجيب البرتقال ونعمل بالبرتقال العادي، بس احنا دي فكرة جديدة، وكمان بتديني طعم حلو ولون حلو. يعني هي الحاجة الحلو فيها ان هي بتديني لون فعلا حلو للكيكة. هقلب بقى كده وناخد بالنا ان احنا واحنا بنقلب يا جماعة زي ما احنا قلنا بنقلب في اتجاه واحد، ناخد كده الخليط عندنا في اتجاه واحد مش في اتجاهين. واقلب كده، وبننزل بالخليط تدريجي، عشان احنا قلنا ان احنا احنا بنحط المكونات اي نعم، بس هي بتختلف في نوع الدقيق اللي احنا بنشتغل بيه. يعني ممكن دقيق تلاقوه بياخد كميه ازيد من المقدار اللي احنا حاطينه، وممكن دقيق ياخد اقل خالص من المقدار اللي احنا حاطينه. طب عشان نظبط الموضوع ده نعمل ايه؟ بنحط دايما المواد السائله على المواد الجافه، مش العكس. هنزل بقى عندي كده علشان ما احتاجش دقيق تاني واقول لا ده انا الوصفه كده محتاجه دقيق. واحنا لما بنقعد نزود في المكونات الوصفه عندنا بتبوظ.
وطعمها كمان بيتغير ومش بتديني نفس النتيجه اللي احنا عايزينها. وهو هنا الدقيق عندي خد المقدار بتاعي مظبوط. ويمكن هي بترجع هنا بقى النوع الدقيق اللي انتوا بتجيبوه. يعني حاولوا قدر الامكان لما تجيبوا دقيق معين وتشتغلوا بيه في اول وصفه وياخد معاكم المقدار مظبوط، خليكوا دايما على نفس النوع، علشان ما نقعدش نغير بقى ونقول لا ده هياخد ازيد ده هياخد اقل فانا هزود دقيق، لا ده انا هزود الماده السائله بتاعتي. فانتوا هاتوا اول مره جربوا في نوع معين، لو لقيتوه ظبط معاكم من اول مره في المقدار اشتغلوا بيه على طول. ده هيريحكم كتير يعني. بس كده خلاص، هو ده القوام اللي احنا عايزينه بتاعت الكيكه بتاعتنا. احنا مش عايزينها كيكه تكون مكتومه ولا تقيله، عايزينها كيكه تكون هشه. هجيب صينيه بقى المقاس اللي انتوا تحبوه وعلى حسب المقدار اللي انتوا عايزينه. هدهنها معلقه من السمنه او الزيت وهعفرها بسن الدقيق. تمام. وبعد كده هنزل بالخليط بتاعي كله عليها زي ما هتشوفوا دلوقتي مع حضراتكم. شايفين بصوا الخليط بتاعنا عامل ازاي؟ احنا مش عايزين الكيكه بتاعتنا تكون مكتومه من جوه. وبعد كده هكون مسخن الفرن العادي بتاعنا واللي احنا قلناه قبل كده وبنقوله في كل مره بنعمل فيها كيكه. هسخن الفرن قبل ما ادخل الكيكه فيه. هدخلها على درجه حراره 170 او 180 على رف اوسط، ومش هولع فوق، هولع تحت بس. واول ما يعدي تلت ساعه هفتح باب الفرن بالراحه جدا وهختبر الكيكه بتاعتي من النص. لو لقيت الخله اللي انا بدخلها فيها او السكينه او ايا كان الحاجه اللي انا هختبرها بيها طلعت لي نظيفه والوش عندي ما خدش لون، هولع عليها الشوايه لمده 3 دقايق. طيب في افران المروحه فيها بتخلي الكيكه تاخد لون كمان من فوق الوش، لان احنا حاطين لبن وزبادي فبالتالي هتاخد لون على طول من فوق الوش، فمش بنحتاج ان احنا نولع شوايه. تمام. هدخلها بقى الفرن دلوقتي مع حضراتكم ونرجع بعد كده نعمل الكراميل بتاعها. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه بعد ما دخلنا الكيكه بتاعتنا في الفرن. دخلناها رف اوسط على درجه حراره 180 والفرن يكون سخن قبل كده، وولعنا المروحه بتاعت الفرن بس. بعد تلت ساعه هنبص عليها هشوفها وصلت لحد فين. دلوقتي بقى هنعمل الكراميل بتاعنا. انا عملت قبل كده مع حضراتكم الكراميل، هو تقريبا نفس الخطوات بس باختلاف المقادير بتاعتنا او الحاجات اللي احنا حاطينها فيه الجديد. هنزل عندي بكوبايه من السكر، طاسه على النار تكون حاططها تكون سخنت شويه قبل كده، وهوزع السكر بتاعنا في الطاسه. ومش زي ما قلنا مش هنقلب بمعلقه لحد ما الاحراف عندي تبتدي تسيح واعرف ان كده السكر بتاعي ابتدى ان هو يتكرمل، فهبتدي ان انا اقلب فيه. مش هقلب قبل كده خالص بمعلقه عشان السكر بتاعنا ما يسكرش ومش يحبب معانا. وبعد كده هنزل عليه باول ما يوصل اللون اللي احنا عايزينه هنزل عليه بنص كوبايه من الميه السخنه بس. تمام. هيغلي غلوتين وبعد كده يفك خالص. وبعد كده هنزل عندي ب اللبن والزبادي، نص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الزبادي ومعاهم كمان معلقه من النشا. هنقلبهم مع بعض وننزل على الكراميل بتاعنا. وبعد ما بينزل خالص بنزل عليه بمعلقه السمنه على الزيت، واخر حاجه بنحطها معلقتين البودر بتاع التانج بتاعنا. هفصل بقى مع حضراتكم لحد ما يوصل اللون اللي احنا عايزينه وارجع اوري لحضراتكم عامل ازاي. خليكم معايا. هو ده كده يا جماعه اللون اللي احنا محتاجينه للسكر بتاعنا، مش هزود عليه عن كده. هطلع بس بره كده سنه على النار وهنزل عندي بنص كوبايه من الميه السخنه. وبعد كده هقلب كويس وبعد كده انزل بيه تاني على النار لحد ما يفك معانا. هكون انا بقى قلبت بره اللبن مع الزبادي مع النشا، وهرجع احطه عليه ونشوف بعد كده شكله عامل ازاي. خليكم معايا. وصلنا كده يا جماعه خلاص للون اللي احنا محتاجينه في الكراميل بتاعنا. هنزل بقى عندي اخر حاجه بالزبادي مع اللبن مع النشا، وهفضل اقلب بقى فيه لحد ما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وبعد كده هطفي عليه النار او ههدي النار. كده عندي هاديه، انا مهدي النار عليه. وبعد كده بقى هنشوف هنعمل فيه ايه بعد كده. نحط اخر حاجه عندنا بعد ما ينزل طبعا من على النار، هنحط معلقه الزيت على السمنه، ودي عشان تديله لمعه حلوه. وبعد كده اخر حاجه خالص هنحطها هي معلقه الباودر بتاع التانج البرتقال. دي كده هتبقى اخر مرحله ليه، وهنرجع نشوفه بعد كده مع حضراتكم عامل ازاي. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما الكراميل بتاعنا خلاص خد القوام اللي احنا عايزينه. انا بس نزلت كل اللي عملته نزلت بمعلقه السمنه على الزيت عشان القوام بتاعي يبقى كريمي زي ما حضراتكم شايفين كده. هنزل بقى دلوقتي باخر حاجه
اخر حاجه عندي ده اللي هيدينا اللون بتاعه الحلو اللي احنا محتاجينه، لون البرتقال. بمعلقتين صغيرين من البودر بتاع التلج البرتقال. شايفين بقى اللون بقى عندنا عامل ازاي؟ بالظبط بيديني طعم البرتقال ولون البرتقال، اكني بالظبط عامل صوص برتقال. شايفين اللون وجماله؟ هو ده اللي احنا عايزينه. بس هسيب بقى الكلام الجامد ده كده عندي على جنب لحد ما الكيكه بتاعتنا تطلع، ونشوف هنحطها عليه ازاي او هنقدمه معاها ازاي. خليكم معانا. ورجعنا تاني يا جماعه بعد ما طلعنا الصينيه بتاعتنا من الفرن. انا قلبتها زي ما عملنا في كيكه الشوكولاته بالظبط. انا قلبتها عندي هنا في الصينيه دي، وزي ما احنا شايفين مفيش اي حاجات متبقيه عندنا في الصينيه. تمام. التقديم بقى ده براحتكم انتوا. ممكن اخليها زي ما هي كده وانغزها وانزل بالصوص عليها وتتقطع عادي، بتبقى شبيهه كده بالجاتو شاتو. او ممكن ان احنا نقطع عادي كده، وكل بقى اللي عايز والصوص يتحط في بوله لوحده، واللي عايز ياخد على القطعه بتاعته يعني يحط. دي بقى حريه شخصيه يعني. فاحنا هنقطع كده، اقطعها بس مع حضراتكم عشان نشوف هي عامله ازاي من جوه، وشكلها ولونها عامل ازاي من جوه. طريه جدا طبعا وهشه جدا. بصوا يا جماعه، شايفين شكلها عامل ازاي؟ كيكه طريه ازاي، مستويه جدا، يعني ريحتها وشكلها ولونها حلو جدا. هنعمل ايه بقى هنا؟ هجيب عندي كده معلقه وهاخد من الصوص بتاعي كده، وممكن ننزل من فوق الوش كده، اختياري بقى اللي انتوا عايزينه يعني. ممكن انزل كده زي ما انتوا حابين بقى، الشكل اللي انتوا تحبوه تحطوه كده عشوائي، نزين عشوائي، او نحطه زي ما احنا قلنا نغزغز الصينيه بتاعتنا بالكامل ونفرد الصوص بتاعنا عليها. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اتمنى كده يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون خفيف على قلوبكم، وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. استنى تكتبوا لنا في كومنتاتكم الجميله جربتوها ولا لا، وعجبتكم ولا لا، وكمان طبعا رايكم فيها ايه يهمنا طبعا. وما تنسوناش بالدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله، ومع السلامه.